يقربوا شويه من بوركينا. على اي حال حكم اللقاء يستعد لاطلاق صفاره البدايه والانطلاق اصدقائي المشاهدين. سريعا اذا الى التشكيله الكامله في هذه المباراه. كابتن حسام حسن اختار اليوم في حراسه المرمى محمد الشناوي، 4 لاعبين في الدفاع، محمد هاني رقم 3 في الجانب الايمن، قلبي الدفاع رامي ربيعه 5، خالد صبحي رقم 2، محمد حمدي في الجهه اليسرى رقم 12، في نص الملعب حمدي فتحي 14، تريزيجيه 7، ورباعي هجومي في الامام زيزو رقم 21 في اليمين، مرموش رقم 22 وسيكمل في الجهه اليسرى، وفي الامام طبعا صلاح بالرقم 10 كابتن وقائد منتخبنا الوطني والنجم والهداف اسامه فيصل رقم 9 يقود الهجوم المصري في هذه المباراه. طبيعي ادي تريزي اللي بقول لحضراتكم مسجل امام جيبوتي، مسجل هدفين امام سيراليون، ومسجل هدفين ايضا امام بوركينا. ادي غلطه مره ثانيه صلاح والتمريره لكن قصيره، لكن الضغط من اسامه جابها انفراد مش ممكن. ابو بكر نوره يمنع الكوره من الدخول للمرمى الاثيوبي ويمنع اول اهداف منتخبنا الوطني. تمر من الكل بركات ديستا وجيزا هجن ما يلحقهاش وترجع الكوره مره ثاني لمنتخبنا الوطني. محمد هاني الجناح الايمن او الظهير الايمن صاحب المهام الهجوميه. يا ولد صلاح بالمقاس، ظبطه يا مرموش تريزيجيه مش ممكن. مرموش كان امام المرمى فاضي تماما. لو كره تريزيجيه طلعت لبره بس شويه كان مرموش هو، مش هقول هو والجول، مش هقول هو والحارس ابو بكر نور، ده كان هو والشبكه، لكن تشوف كرة صلاح بالمقاس لتريزي واستلام وحطها وداس عليها وراح، لكن لو طلعها لبره. نجم السيتيزنز وابن وادي دجلة، ناشئ وادي دجلة اللي بدأ في دجلة وانتقل إلى فولفسبورغ وبدأت مسيرته الاحترافية. اعتراضات وإنذار كمان، في إنذار. حكم اللقاء أطلق صفارته وأخذ القرار، بينما اعتراضات لاعبي المنتخب الإثيوبي على احتساب حسبها ضربة جزاء حكم اللقاء وإنذار كمان، لكن لسه كل لاعبي المنتخب الإثيوبي. ادي الكرة ادي الشد واضح، ادي الشد وسقوط لتريزيجيه وإنذار لرامكيل جيمس، وقرار حكم اللقاء حاسم وواضح تماما باحتساب الكرة ضربة جزاء مصرية. ما زالت الاعتراضات مستمرة، ما زال اللعب متوقف، لكن هيستأنف اللقاء. ادي حسام وادي ابراهيم وادي ردة الفعل على احتساب ضربة الجزاء. لسه كل اللاعبين، شوف 4 لاعبين بيتكلموا مع حكم اللقاء، لكن هو قراره حاسم وقراره واضح وصفر واطلق صفارته واحتسبها ضربة جزاء مصرية. ابو بكر نوره تألق، ابو بكر امام مرموش امام اسامة فيصل، لكن ان شاء الله ينحني امام الاسطورة المصرية. صلاح يستعد يحدد زاويته وياخد القرار. حكم اللقاء بينبه وبيحذر اللاعبين من الدخول ومن اقتحام منطقة الجزاء. ابو بكر نوره بيحاول ان هو يؤثر على محمد صلاح، صعب طبعا جدا. صلاح في قمة التركيز وبالقدم اليسرى، صلاح في مواجهة ابو بكر نوره. صلاح ياخد القرار، صلاح يا ولد الاسطورة ملك الكورة صلاح يا غالي، حلق في العلالي، يسجل اول اهداف منتخبنا الوطني في هذه المباراة. اصدقائي المشاهدين، اول هدف لمنتخب مصر في شباك ابو بكر نوره. اخيرا بعد ما عندتنا الكورة كتير، لكن في النهاية تأتي ضربة جزاء يتسبب فيها تريزيجيه، يترجمها صلاح
بالقدم اليسرى في اقصى الزاويه اليسرى، ارضيه زاحفه حاول عليها ابو بكر ورايح في الزاويه الصح، لكن كره صلاح عارفه طريقها وبقوه وبتركيز. شوف بقى الانفعالات وشوف ردود الافعال دكتور اشرف صبحي وطبعا المهندس هاني ابو ريده واستاذ احمد نجاد وخالد درندلي، الكل موجود والكل حاضر، والفرحه تعم الجميع الان في استاد القاهره وفي كل مكان ايضا. هي مباراة جيبوتي وبوركينا فاسو اللي كان فيه أكتر من 16 دقيقة وقت بدل ضايع مثلا في الشوط الثاني. أدي الكورة على حدود منطقة الجزاء، صلاح يستلم يصلح وزيزو ضربة جزاء من جديد، ضربة جزاء من جديد، صلاح يصلح زيزو يسدد وتخبط في ايد يارد بايه، وحكم اللقاء مرة أخرى بلا تردد يصفر ويشير في اتجاه علامة الجزاء. ادي الضغط هو كلمة سر منتخبنا الوطني في الشوط الاول، الضغط الرائع، الضغط القوي، الضغط الناجح. ادي الكرة وبايده في ايده واضحة جدا، منع الكرة، رفع ايده وكبر حجم الجسم وطلع خارج اطار الجسد، وتركيز كبير واخذ القرار. اشارة من حكم اللقاء وصفارة ومرموش، يا ولد مرموش وحش الوحوش، ما اداش اي فرصة، لم يمنح اي فرصة لابو بكر نورة يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. مرموش ينجح في ترجمة ركلة الجزاء اللي جت عن طريق تسديدة زيزو اللي تصطدم بايد يارد بايه، يترجمها مرموش الى هدف اخر في الشباك الاثيوبيه. اهو كده نعرف بقى نتفاهم يعني. ماشي 2-0 الشوط الاول، 2-0 كده ما اوكي. وشوف غيروا الزاويه، يعني شوف صلاح حطها في اقصى اليسار، مرموش يركنها ويضعها في اقصى اليمين، ولكن شوف ابو بكر نور زي ما طار على كره صلاح برضو طار وراح في نفس زاويه كره مرموش، لكن الميزه ان الكره بتبقى قويه جدا، ما بيدلوش اي فرصه للمحاوله حتى. اذا الدقيقه الوحيده الوقت بدل الضائع اللي احتسبها حكم اللقاء تشهد تسجيل هدف اخر لمنتخبنا الوطني. 2-0 نتيجه مطمئنه، نتيجه مريحه. ان شاء الله ندخل الشوط الثاني بشكل افضل وبشكل اريح، ونزود كمان ونبعد في النتيجه ونعزز الهدفين باهداف اخرى باذن الله. شكرا لكم اصدقائي المشاهدين، ونلتقي على خير باذن الله مع بدايه احداث الشوط الثاني بعد هذه الاستراحه القصيره. شكرا لكم والى اللقاء. وتسديدة زيزو اصطدمت بيد تكستي واحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء، وترجمها مرموش لهدف آخر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. في انتظار مشاركة البدلاء اللي هيختارهم كابتن حسام حسن في الشوط الثاني. الهدف اهو زي ما احنا شايفين، البريمير ليج استيراد انجلترا رأسا، هدفين بضربتين جزاء أمامية من ربيعة. صلاح على الارض، عدت راحت، زيزو هيسدد، لا يمرر يرفع زيزو يسلمها مره ثاني، يعيد الهديه ويعيد الكره لصلاح، لكن اتقطعت، الضغط عليه واتقطعت. رامي ربيعه يستعيد الكره، يا ولد يلف ويدور بشكل رائع ويحافظ على كورته. تتلعب الكره مره ثاني، زيزو عمل ال1-2، انطلاقه مره اخرى، زيزو بشماله ابو بكر نوره، جول بقى. لا مش ممكن يا تريزيجيه، مش ممكن. تريزيجيه حسبها ايه؟ مفيش اوفسايد، مفيش تسلل ولا اي شيء، حسبها ضربه مرمى. فرصه ذهبيه جديده تضيع من منتخبنا الوطني، من زيزو اولا بتسديدته الروعه بالقدم اليسرى، تخبط وتغير اتجاهها وتروح في اقصى الزاويه اليمنى، لكن ابو بكر نوره يستعيد مره اخرى ذاكره التالق، يعني اهتزت شباكه بهدفين بعد ما تالق ومنع اكثر من هدف، الان يتالق مره اخرى في مواجهه محاوله زيزو. وكانت المتابعه موجوده طبعا من أسامة فيصل أولا، ثم من تريزيجيه ثانيا اللي أطاع صلاح، يا ولد يريحها حلو قوي. أسامة فيصل يعيد الكرة مرة ثانية ناحية الشمال لإبراهيم عادل، شايطها إبراهيم، شايطها قصدها بليسنج في الزاوية البعيدة إبراهيم عادل، لكن طبعا ما ظبطتش ومشيت وتهادت أمام المرمى. لو كان جري ولحقها أسامة فيصل بدري كان ممكن يحط فيها رجله، لكن هو ابراهيم مش ممررها لأسامة، هو كان قصدها في المرمى لكن ما ظبطتش طبعا زي ما شفنا.
اخر ربع ساعه خلاص. لاعب مهم برضه بركات وولد ده، وكان لعب في مباراه الذهاب، وفي عبد الكريم ووركو كمان لو فاكرين الاسم ده. كوره والشناوي على التألق، ناوي يحمي مرماه ينقذ شباكه من هدف اثيوبي اول كان هيكهرب الدقائق المتبقيه. ابو بكر يتصدى لابراهيم عادل، لكن كان في اوفسايد اصلا على ابراهيم، كان في تسلل اساسا وعلى حدود منطقه الجزاء، لكن يخلصها بركات ديستا، يخلصها من قدامه مهند لاشين، وحكم اللقاء يكتفي بهذا القدر اصدقائي المشاهدين ويطلق صفاره النهايه. فوز مهم جدا لمنتخبنا الوطني، مبروك لمنتخبنا، مبروك لمصر الوصول للنقطة 19 وتعزيز الصدارة والابتعاد بصدارة المجموعة الأولى. نحن المسيطرين والمتحكمين في مقدرات هذه المجموعة ومصيرنا في ايدينا. ان شاء الله ان شاء الله بطاقة التأهل نعود بها ان شاء الله من قلب وجدوده يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، ونفرح جميعا. شكرا لكم أصدقائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في مباراة أخرى قادمة. تقبلوا مني كل التحية. كان معكم المعلق الرياضي حاتم بطيشة، وإلى اللقاء.